مساء الفل. تفتكر ال API testing هو انك تدوس send وتشوف كلمة 200 اوكي بس؟ لو الإجابة لأ، يبقى الفيديو ده هيغير تفكيرك تماما. تخيل لو انت عندك 50 API، هل هنقعد نبص بعيننا كل شوية على كل واحدة؟ أكيد لأ. النهاردة هنخلي البوست مان هو اللي يختبر ال API مكاننا ويقول لنا النتيجة صح ولا غلط، وكل ده اوتوماتيكي اوتوميشن. النهارده معادنا مع اول خطوه في الاوتوميشن تيستنج. بصوا معايا، شايفين هنا عندي اكتر من تاب صح؟ هنيجي هنا عند تاب السكريبت وهنكتب هنا كود جافا سكريبت. هل لازم انا اكون عارف جافا سكريبت بتكتب ازاي؟ لا طبعا. بوست مان بيسهل لك كل حاجه وبيقول لك عندك سنيبتس فيها كل حاجه انت عايز تعمل ليها تيست، يعني الكود جاهز وده بيسهل علينا. احنا مثلا عايزين نتأكد من 200 اوكي، هنضغط عليها بس كده، هنضغط send. حد يقول لي انا مش شايف اي تغيير، هقول له لا، التغيير هنا في التست result جالي باس، يعني تمام، يعني نجح. طيب حد برضه يقول لي لا انا مش متأكد، هقول لك انا كنت مستني 200 اوكي، طيب خليني هنا ادخله 201 واضغط send. مفاجأة صح؟ جابلي فيل، يبقى هو اللي عمل التست. بس كده، مجرد ما انا غيرت الرقم هو عارف بالظبط. انا كنت مستني 200، انت قلت لي هل هيطلع لك 201، قلت لك لا، ده فيل. وكل بساطة عندك اكتر كل حاجة تقدر تعمل لها تست بكل بساطة. بس كده، سلام.